من ايطاليا كنقدموا لكم واحد الوصفه جد سهله وقديمه. هي وصفه الضفيره. ممكن انكم تزينوا بها المائده ديالكم الرمضانيه. اليكم المقادير. كنبداو. عندنا 200 غرام ديال الزبده، عندنا الخميره 40 غرام ديال الخميره، 600 غرام ديال الدقيق، 40 غرام ديال السنيده، وقبصه ديال الملح، وما نساوش 2 كيسان ديال الحليب. في قصريه كناخذوا الزبده نبداو بها هي الاولى، نزيدوا عليها سكر سنيده ونحاولوا نمعكوهم مزيان، ندمجوا السنيده والزبده. حاولوا تكون الزبده في حراره المطبخ باش ما تمحلكمش في المعيك. كنستمروا على هذا المنوال، نبقاو حتى كنجمعوا العجينه ديالنا مزيان وتكون العجين لينه. نزيدو شي كيسان. كنستمروا في معيك، من بعد كنضيفوا 2 كيسان ديال الحليب كيف ما قلنا. نجيبوا الدقيق غربال باش نغربلوا فيه الدقيق. ونخلطوا الكل. قبصه ديال الملح، من بعد ما جمعنا العجين ديالنا كتولي لينه ورطبه على هذا الشكل هذا. غنخليوها ترتاح واحد المده حتى تخمر شويه ونعاودوا نرجعوا. دابا العجينه ملي خمرات لينا شويه كنعملوها على شكل كويرات. 600 غرام تقريبا كتجينا فيها 18 كويره، وغنعملوهم كل كويره غادي نعملوها على شكل حريبلات على هذا الشكل. وكيف ما شفتوا متابعينا الكرام كنبقاو نعملوهم على شكل حريبلات وكنعملوهم على شكل ضفيره. كيف ما كتشوفوا اعزائي المتتبعين، هنا الضفيره ديالنا خمرات. دابا غادي يبقى لينا المرحله الاخيره، هي غادي نديروا بيضه كامله نطربوها مزيان مع شويه د الخل وزرارع، شويه دجاج العنب صافي، وندخلوها للفرن. بقاو معنا حتى تشوفوا الشكل النهائي. كنبقاو على هذا الشكل تندهنوها كامله. كيف ما كتشاهدوا متتبعين ديالنا الكرام، هذا هو الشكل النهائي ديال الضفيره ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في ديوركم وتخليو لينا شي تعليقات زوينه على المذاق ديالها. وتحيه لكم من ايطاليا. السلام عليكم.